في شهر رمضان بالذات هو أنسب وقت عشان تطلعي من الشهر ده خس 10 كيلو. طب تصدقوا ان انتوا وحشتوني من فيديو يوم التلات اللي فات الساعة 6، وجايه لكم بفيديو جديد من فيديوهات كل يوم تلات الساعة 6. لا بس حسبي، فيديو المرة دي قوي جدا جدا. بتعملي اي حاجة دلوقتي حالا فضي نفسك وتعاليلي. بما اننا هنتكلم النهاردة عن نظام صيام متقطع جوه نظام صيام رمضان، فاحنا كده هنعمل اقوى استراتيجية لحرق الدهون في رمضان، لان احنا كده هنكون صايمين حوالي 14 او 16 ساعة. فالفكرة هنا اننا ازاي ندير ال8 ساعات اللي احنا فطرنا فيهم عشان جسمي بدل ما يخزن دهون لا يحرق من القديم، يحرق من المتخزن. فيديو النهاردة بناء على طلبكم انتوا وكومنتاتكم، فمش بعد ما حضرتك تختار الموضوع ما تحطليش اللي بيشجعني ان انا استمر. كلامي النهاردة مش مجرد نصايح، لا انا هسميه كده كتالوج رمضاني، اللي هو اصلا نظام صيام متقطع بس احنا لازم نبوظه بشوية حاجات. امال لو ما عملناش كده ما نرتاحش ابدا. انما بقى لو طبقتي اللي انا جايه اقوله لك النهارده بيجامه العيد، وعد مني هتكون واسعه عليكي. قبل ما ادخل في الموضوع على طول لازم اوريكي حاجه مهمه قوي. تعالي هنا، ايوه تعالي 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 تعالي. ترى يا ترى ايدي يا سهى، ايدي يا سهى. سهى لما يعدي عليها عيد ميلادها 12/2 وعيد جوازها 13/2 وعيد الحب 14/2، فأقل حاجة هتحصل في ال3 أيام دول هي في ايه؟ اطلع القمر اللي جايلي ده. بصوا كده الجمال، بصوا الحلاوة والشياكة والأناقة، الوردة الجميلة والرصة التحفة واللفة اللي تجنن. افتكري لي كده الفيلم بتاع خالد صالح وهند صبري. انت عايزة ايه بالظبط؟ عايزة ورد يا ابراهيم، لازم كلنا يجيلنا ورد. وما جالكيش ورد بالجمال والشياكة دي يبقى لازم تقلبيها نكد. حقك بقى. انت عارفة انت لو سألتي على البوكيه ده بره بيتكلف كام؟ يعني مثلا من 1500 ل2500، انما لما ممكن يجيلك البوكيه ده من اول 200 جنيه ل400 جنيه يبقى ما ينفعش ما يجيلكيش ورد. يعني لو حضرتك بتشوفني دلوقتي مالكش حجة انك تقدم ورد لأم العيال أو لخطيبتك، ولو انت بتشوفيني برضو دلوقتي مالكيش حجة أبدا انك تقدمي ورد لمامتك في عيد الأم أو لصاحبتك في عيد ميلادها. هسيب لكم بقى لينك البيج اللي جبنا منها الورد ده في أول تعليق مثبت. عايزة تعملي منديل كتب الكتاب هتعملهولك برضو، عايزة تعملي صواني الشبكة هتعملهولك. كمية حاجات تحفة وأرخص حرفيا من أي مكان. واوعي تنسي كالعادة تقولي لها ان انت جاية من عند سهى عشان يتعملك خصم حلو قوي. القمر ده لازم يفضل هنا كده بالظبط. في الأول كده هنستخدم نظام 8/16 اللي هو صيام 16 ساعة وفطار 8 ساعات بس بالتوقيت الرباني. مش أنا اللي حاطة التوقيت ده لنفسي. لازم برضو تفهمي ليه نظام الصيام المتقطع في شهر رمضان بالذات هو أنسب وقت عشان تطلعي من الشهر ده خس 10 كيلو. لأننا لما بنصوم 16 ساعة بشكل متكرر كل يوم بلا انقطاع، مخزون السكر اللي في الكبد بيخلص تقريبا بعد 12 ساعة. فجسمك هنا في ال4 ساعات المتبقيين بيبدأ بقى يفقد الطاقة بتاعته، اللي هم ال4 ساعات اللي هم أواخر الصيام اللي بنبدأ نحس فيهم بالصداع أو إننا هزلانين مش قادرين وجسمنا خلاص جايب آخره. فالجسم هنا بيبدأ يدور على مصدر طاقة بديل، فبيروح على فين بقى؟ بيروح على الدهون العنيدة جدا اللي هي بتكون متكومة في البطن والأرداف. السر الكبير بقى اللي بيكون مستخبي هنا، لو جيتي انت فطرتي على سكر اللي هي عصاير رمضان، كأنك حضرتك بتقولي لجسمك ايه؟ أرجوك وقف حرق دهون بسرعة، اهو جه السكر اهو، اهو جه السكر اهو. لكن لو فطرتي على بروتين او الياف بيفضل الجسم يحرق في الدهون بتاعته حتى وانتي بتاكلي، يعني حتى في ساعات الفطار كلها اللي هم ال8 ساعات. فتعالي هنا بقى اقولك ازاي تفطري صح عشان تفضلي طول ال8 ساعات دول تحرقي بجانب ال16 ساعة صيام. الساعة جت 6 والمغرب أذن خلاص. أول حاجة هتعمليها هتشربي كوباية مية كبيرة عليها يا نقطتين ليمون
يا معلقة خل تفاح. مهمة كوباية المية بالليمون أو خل التفاح هي تظبيط السكر في الدم قبل ما نبدأ نفطر. فيجي بعدها على طول تمرة واحدة بس، مش 3 ولا 5، لا أنا هرفع السكر بس بنسبة بسيطة، يعني واحدة واحدة. هرفع السكر حاجة بسيطة بس عشان الدوخة اللي بنكون فيها في الوقت ده تروح. فيجي بعدها على طول البروتين التمهيدي اللي هو ايه بقى؟ يا كوباية لبن دافية خالي الدسم، يا اما طبق شوربة بس من غير كريمة. خدي بالك احنا لسه كل ده ما فطرناش. نصيحتي بقى ليكي هنا، بعد ما تعملي الكام خطوة دول قومي صلي المغرب. هتاخدي لك مثلا 7 دقايق 10 دقايق، حلوة قوي. الفترة اللي انت هتاخديها في الصلاة دي هتخليكي لما تيجي ترجعي تفطري بعقلك، مش بقلبك، او اللي هو وانا مش شايفة قدامي وكرشي مفتوح. فهكون هنا متأنية في أكلي، وهو ده اللي أنا عاوزاه. فيجي بقى السر بعد كده، هو مش إني أحرم نفسي، لا أنا هاكل من كل حاجة لكن بترتيب. لو جيتي بعد الخطوات دي بدأتي بالنشويات، الأنسولين هيضرب في السماء، انت مش هتتخني، انت هتضربي. عشان كده بقولك ترتيب أكلك هنا مهم جدا جدا. هنفطر بنظام ايه؟ 50-30-20. فطارك كله او طاقتك كلها هتكون في طبق واحد بس. الطبق ده هيكون متقسم ل50%، 30%، 20%. ركزي معايا في الكلام ده كويس جدا عشان مهم قوي قوي، وكل خطوة من الخطوات دي هي بتكمل بعضها. اول حاجة هتحطيها في طبقك هي 50%. 50% دول هيكونوا ايه؟ هيكونوا سلطة خضراء. يعني معظم السلطة لازم يكون يا خس يا خيار يا جرجير، خضرة، فجل. الألياف اللي هتكون موجودة في السلطة بتاعتي بتعمل غلاف للمعدة، فالغلاف ده بيمنع امتصاص الدهون. 30 بقى في المية من الطبق بتاعي هيكونوا عبارة عن ايه؟ يا صدر فرخة يا حتة لحمة يا إما سمكة مشوية. صدر الفرخة برضو يكون مشوي يا إما مسلوق بس منزوع الجلد. البروتين هنا مهم جدا، خدي بالك، لأن 10 كيلو في شهر واحد هو نزول سريع، نزول مفاجئ. فالبروتين هنا هو اللي هيبني عضل في جسمي ومش هيخلي فيه أي ترهل. تعالي بقى لل20% الأخرانيين اللي هم هيكونوا إيه؟ يا 3 معالق رز أو 3 معالق مكرونة أو نص رغيف عيش بلدي. تعالي بقى بعد كده للفترة الصعبة جدا علينا كلنا، اللي هي فترة ما بين الفطار والسحور. الفترة دي كلنا حرفيا بنضعف فيها، يا إما قدام الحلل الموجودة على البوتاجاز، يا إما قدام طبق الحلويات اللي محطوط على الترابيزة على السفرة، يا إما قدام العصاير برضو اللي مرصوصة. عاوزة تعملي إنجاز وتخسي 10 كيلو في خلال شهر رمضان، يبقى السناك الوحيد ليكي هو يا ثمرة فاكهة، يا إما هنقول 3 أو 5 حبات من اللوز الني مش محمص. الفاكهة تفاحية، برتقاناية، ولو مضطرة جدا جدا تاكلي حلويات هتبقى قطعة قد علبة الكبريت، ودي مثلا هتتاكل 2 مرات بس في الأسبوع، وتكون بعد الفطار مباشرة، مش سناك كده في وقت لوحدها، لا، اللي هي أحبس بيها بعد الفطار. تعالي بقى لجلد الذات، إنك تتعودي كل يوم تعملي لنفسك في الترمس أو في المج الحراري بتاعك وتخليه جنبك المشروب الحارق، وهو إنك تغلي لتر مية متضاف عليه 2 معلقة جنزبيل ومعلقتين قرفة وعصرة ليمونة، وبعد ما يغلي هتصفيه وتحطيه في الترمس بتاعك أو في المج الحراري بتاعك وتشربي فيه طول ما انتي فطرانة. تحطيه على ترابيزة قدامك، اللي هو لازم يخلص في خلال 8 ساعات. المشروب ده بيعلي الحرق جدا، هيسد نفسك عن الدنيا كلها، هيدوقك حرفيا طعم مرارة الأيام. ما تتخضيش، أنا بهزر، هو طعمه صعب شوية بس مفعوله قاتل. تعالي بقى بعد كده على وجبة هنسميها إيه؟ وجبة التثبيت. السحور بتاعي هو اللي هيحدد لي أنا هحرق إيه
خلال عدد ساعات صيامي. لو سحورك دخل فيه سكر يبقى هتجوعي وهتخزني دهون. افضل سحور ليكي بما اننا ناويين نطلع من رمضان خس 10 كيلو كاملين، يبقى اساسي في السحور بتاعي 4 معالق فول عليهم زيت زيتون زائد بيضتين مسلوقين، دول اساسي لان بروتينهم عالي جدا، بجانب علبة زبادي كبيرة عليها عصرة ليمون، لان دي برضو بتكون سحر في الحرق، فظيعة بجد في حرق دهون البطن طول الليل. ولو مضطرة تاكلي ربع رغيف عيش بلدي، ويفضل ما يبقاش فيه خالص. ممنوع منعا باتا في السحور الحلويات، المخللات، المقليات، دول بيحبسوا مية في جسمك ويخلي جسمك يوزن زيادة على الميزان، اللي بنسميها كده الزيادة الكدابة. خطوة بقى اللي بعد كده مهمة جدا. ليه؟ لأن دي اللي هيكمل بيها الرجيم الصح بتاعك، وهي الحركة قبل الفطار بساعة. اكيد يعني مش هقولك انزلي جيم في الفترة دي، يعني مرضهوش على نفسي مش هرضى عليكي بصراحة. الحل الوحيد انك تتمشي في البيت بحركة سريعة، يا اما تخلي شغل البيت التقيل في خلال الساعة دي حركة تكون سريعة شوية، مش بدلع كده ومهمسة زي ما بيقولوا، لان الجسم هنا في الفترة دي بيبدأ ياخد الطاقة بتاعته من الدهون المتخزنة في البطن والارداف مباشرة، فانا عاوزة احفزه اكتر. ولو انت بقى بنوته وملكيش في شغل البيت خالص، يبقى ابحثي عن تمرين البلانك. التمرين ده هيخلي بطنك حرفيا على العيد لازقه في ظهرك. بصي، 10 كيلو مش بعيد ابدا انك تخسيهم. تخيلي كده نفسك على العيد وانت لابسه البيجامه بتاعتك وجسمك مشدود، جسمك منحوت، بقيتي ارفع، شكلك حلو، الكل بيسألك عملتي كده امتى وعملتيه ازاي، الكل ملاحظ التغيير الشامل المفاجئ فيكي. بس بقى خدي بالك وقتها لا تتنشي عين. انا عارفه ان الموضوع هيكون متعب شويتين 3، لان فكره رمضان اصلا في دماغنا مرتبطه بالاكل الكتير والحلويات الكتير والمشروبات الكتير، بس صدقيني الموضوع يستاهل. بس برضو خدي بالك ان اكبر عدو لنظامك ده هو انك تلخبطي ولو يوم واحد، ولا عمرك ابدا تستسلمي لجملة ماما او لطنط الشهيرة والله لا تاكلي، والله ما انت قايمة غير لما تخلصي الطبق ده. طب يا سهى، لو انا اتحطيت فعلا في موقف زي كده، اللي هو موقف عزومة وما ينفعش فيه برضو ان انا احرج حد او ازعل حد، هقولك تتصرفي ازاي. لو انت مثلا عند حماتك، عند مامتك، يعني في مكان تقدري ان انت تدخلي المطبخ وتغرفي فيه لنفسك، فهتمسكي الطبق تغرفي لنفسك 70% سلطة وخضار مطبوخ مثلا، وال30% التانيين هم البروتين، على مثلا صباعين 3 5 صوابع محشي، او صباعين محشي مثلا وقطعة جلاش صغيرة، اللي هو انا هدوق مش هاكل، لا ده انا يدوبك بس بدوق الاكل. وبعد ما تخلصي الاكل بتاعك، طول ما انت قاعده امسكي كوبايه ميه في ايدك، تخلص امليها تاني وخليها في ايدك. ليه بقى؟ هقولك، ده بيدي ايحاء للي قصادك انك بالفعل متضايفه، او الحركه دي بتقلل شويه من الحاح اللي حواليكي عليكي بانك والله لا تاكلي، والله لا تشربي، والله لا انت عامله، والله لا انت مسويه. لو معزومه عند حد، ابدا برضو بنفس الترتيب اللي انا بعمله في بيتي، اللي هو مثلا طبق الشوربه في الاول، وبعدين السلطه، وبعدين البروتين، وعبال ما توصلي للمحشي او الجلاش خلاص هتكوني مليتي تقريبا 90% من معدتك. فبالفعل هكتفي وقتها بمعلقتين رز او صباعين محشي مثلا. هيجيلك وقت هتحسي فيه انك عامله زي المدمنين، انا مش قادره، انا عايزه حاجه مسكره، اللي هو روحي رايحه في الوقت ده عايزه سكريات، مش اي سكريات، لا ده انا عايزه حلويات كده، حاجه كلها عسل. تجري بسرعه تعملي لك كوبايه ينسون فورا. كوبايه اليانسون دي هتفقدك الاحساس ده تماما، وبعدها على طول تاكلي ثمره فاكهه عشان تاخدي السكريات بتاعتك منها. خدي بالك برضو ان ساعات الاحساس ده بيكون عطش متنكر في صورة جوع، فتعملي ايه هنا؟ اشربي لك بسرعة كوبايتين مية كبار، واصبري على نفسك كده 10 دقايق. شوفي نفسك، لو احساس الجوع ده اختفى يبقى هو فعلا كان عطش، لو احساس الجوع ما اختفاش يبقى قرقشي في اي حاجة، خيار متقطع مثلا، جزر، اعملي
كوباية فشار كبيرة بمعلقة زيت واحدة، اشربي كوباية ينسون كبيرة، بتقلل هرمون التوتر اللي هو اصلا بيشتغل يعني بيخليكي تطلبي سكريات، نفسك عايزة سكريات. او 3 حبات عين جمل، يا اما كوباية زبادي عليها معلقتين كبار من بذور الشيا اللي بتنزل في المعدة تنفش اصلا وبتحسسك بالشبع لفترة طويلة قوي. لكن للأمانة لازم اعرفك على حاجة مهمة جدا، ان نظام الصيام المتقطع زي ما هو الميزة بتاعته كبيرة جدا، فهو ليه عيوب كبيرة جدا جدا، اللي هو اي لخبطة ممكن اعملها، او ان مثلا خلاص خسيت 10 كيلو او خسيت على نظام الصيام المتقطع ده 20 و30 كيلو، فبالتدريج رجعت تاني لنظامي العشوائي اللي انا كنت ماشية بيه في الاول، اللي هي حياتي الطبيعية عادي واكلنا الطبيعي، اكل البيت الطبيعي. الاحتمال الكبير والمتوقع انك مش هتطلعي 30 كيلو بس اللي انت نزلتيهم، لا انت ممكن تطلعي اكتر منهم كمان في فترة قصيرة جدا. وبرضو مش بعيد ابدا لما تيجي تنزلي تاني مش هينفع معاكي اي نظام طبيعي اللي هو مثلا هقلل من اكل شوية فهخس، لا بيكون الموضوع صعب جدا. فاللي هو عشان ما ضيعش كل اللي انا عملته ده هضطر طول بقية حياتي واخده بالي من اكل كويس جدا جدا ومحذرة قوي. النظام ده تقريبا اللي ماشي بيه معظم عيادات التخسيس ودكاترة التخسيس، اللي هو انت عايزة تخسي بسرعة جدا فتروحي عند الدكتور تكشفي، يديكي ورقة كبيرة بنظام تمشي عليه ويقولك امشي عليه بالظبط، وتروحي توزني كل فترة ويغير لك النظام. هو النظام ده لكن هو في الأساس هو نظام مش صحي تماما، لأنك بتنزلي فيه بسرعة جدا وبتطلعي فيه بسرعة جدا من أقل لخبطة، وبيبقى من الصعب انك ترجعي تنزلي الكيلوهات دي تاني لأنك جربتي أقوى نظام غذائي. والنظام ده طبعا بنات كتير جدا وستات كتير جدا بتلجأ له، اللي فرحها قرب واللي جوزها خلاص نازل مثلا من السفر، او اللي خلاص مش طايقه نفسها متعقده من نفسها وعايزه تخس باي طريقه. وفي طبعا ناس تاني بتلجأ للاعشاب وللحقن وي والتكميم المعده، دي حاجه تانية خالص. لكن بقى الناس اللي عايزه تخس بطريقه صح جدا هيكون مش فارق معاها الوقت، يعني هتنزل ببطء شوية، لكن الكيلوهات اللي هتنزلها مستحيل تطلعها تاني. يبقى لازم تشوفي الفيديو اللي موجود في اول تعليق مثبت، وده عن تجربتي انا الشخصية. وما تنسيش برضو تقولولي في الكومنتات لو انت واحدة جربت نظام الصيام المتقطع قبل كده، واحكيلي تجربتك مع نظام الصيام المتقطع. وبس كده، هو ده كان نهاية فيديو النهاردة من فيديوهات كل يوم تلات الساعة 6 على قناة حياتك احلى مع سهى. وتنسوا برضو تكتبولي في الكومنتات عايزين نتكلم في فيديوهاتي الجاية عن ايه تاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتي احلى ست في الدنيا كلها، ويلا سلام.